معرفش الناس اللي قاعده في النادي دي بتعمل ايه. موضوع احمد السيد زيزو، يعني انا ما شفتش فشل اداري كده في حياتي. احنا كل يوم بنسمع اشاعات من جماهير الاهلي ومن الاعلاميين: زيزو في الاهلي، زيزو في الاهلي. ايه ده؟ انا نفسي في مره اطلع او اصحى الصبح كده من النوم، اسمع مثلا خبر حسين الشحات في الزمالك، هو ماضي في الزمالك. ما بنسمعش الكلام ده. انما انت عندك ما شاء الله، يعني لو عايز يقول لك حسين لبيب في الاهلي هيقولوا كده. انت سايب اللعيب بتاعك لحد امتى سايبه؟ انت مش قادر تقعد مع اللاعب تمضيه وتشوف هو طلباته ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. بصوا يا جماعه، اقول لكم على حاجه. نادي الزمالك مشكلته على مدار تاريخه ابنائه، مش جماهيره. ابناء النادي بيكرهوا بعض. والله العظيم صدقني، هتلاقي نجوم كده لامعه في الزمالك بتكره بعض، وفي ناس محققه ارقام مش عايزه لعيب زي زيزو ده يعديها. وهتشوف الكلام ده اليومين الجايين. زيزو لعيب محترم يا جماعه، عشان ما نجيش بعد كده نعيط ونقول ده زيزو راح الاهلي. انا ما بشوفش ناس بتعمل في نفسها اللي احنا بنشوفه ده. دايما ربنا وعدنا بادارات فاشله. ده الخبر ده في كل مكان. خبر زيزو مضى في الاهلي، زيزو مضى في الاهلي. عمرك شفت فشل اداري كده؟ يعني المفروض جماهير الزمالك تروح تمضي زيزو مثلا، يعني المفروض نروح نمضيه. لا، انا راجل جمهور، انا بشجعك بس. لو خدت قرار صح بايدك فيه. انما نجم نجوم الفرقه مش عارف تجدد له. يعني اما انت هتجدد لمين؟ انتوا بصراحه صباح الفل، انتوا ناس فاشله. اداره الزمالك اداره فاشله، اداره سبوبه واداره مصالح. قبل ما اختم الحلقه معايا من انس الزملكاوي، عايز اقول لحضراتكم حاجه بمناسبه ماتش القمه اللي جاي. اتفضل يا انس، قول. يا رب الزمالك يكسب، عشان اصلا الاهلاوي ده ما يستاهلش يجيب الجون اصلا. على القهوة اصلا عارفين الزمالك هو اللي يجيب. على فكرة الناس اللي بتشكر في الزمالك مش في انت الاهلاوية. انت بتحب ايه يا انس؟ الزمالك طبعا. قول يا رب النصر للزمالك. يا رب النصر الزمالك، والزمالك هو اللي يكسب قول يا لهم رب. تصبحوا